جماعة النهاردة يوم الحد، وفي يوم الحد من الحاجات اللي بتشوفها كتير جدا في الشارع، مش بيبقى فيه ناس كتير، مش بيبقى فيه محلات فاتحة كتير، ولكن بتلاقي ناس ماشية بكلاب بيمشوهم يوم الحد، لأن الأماكن بتبقى فاضية فبيبقى ريلاكس أكتر ليهم. وأي حد هنا عنده كلب لازم يمشيه الصبح ولازم يمشيه بالليل، يعني مرتين في اليوم. الكلاب ممنوع تعمل سوري يعني في الشارع، فدايما لازم يكون معاك كيسة بلاستيك بتاخدها معاك وانت طالع. ولو مش معاك بيبقى في اماكن هنا في الجاردن، لو حوالين مثلا باركس او حاجه، بيبقى في حاجه زي عمود نور كده، بس هو مش عمود نور، هو ستاند فيه الكياس بتاعه الكلاب دي، عشان لو اي حد عمل منهم حاجه فانت بتنضفها بنفسك وما بتسيبهاش في الشارع، ممنوع. لو حد شايفك وانت يعني بتعمل كده هتدفع غرامه. فمن الحاجات الغريبه قوي هنا في المانيا بالنسبه للكلاب، انك لو عندك كلب مش بس ان انت مسؤول عنه، ان انت بتخرجه وبتشممه هوا وبتغير له كل الكلام ده، ولكن بتدفع عليه ضرايب. ودي من الحاجات